السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن صحة وفي احسن حال، وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض التومية السوري على اصولها، تمام، باسهل وابسط طريقة. خلاص، معايا الكوباية دي 200 ملي، تمام. الكوباية دي ناقصة معلقة هرمية من النشا، يعني كوباية ناقصة معلقة هرمية من النشا، تمام. احطها كده وانزل عليها كوباية وربع من المية، مية عادية خالص من حنفية. كوباية وربع، حطيت كوباية ودي ربع كوباية اهي، يبقى كده معايا كوباية وربع من المية، مية عادية يا جماعة، مية من الحنفية. وادوب النشا ده في المية، ادوب الاول كده على البارد، تمام، من غير النار. ادوب الاول وادوب النشا في المية ده كويس قوي، ادوبه كده الاول على البارد، وبعدين هولع النار على الهادي، النار تكون هادية، تمام. وافضل اقلب فيه لحد ما ياخد معايا الشكل الكريمي، يتماسك ويبقى شكله كريمي، بس مش كريمي قوي، يبقى متماسك، يبقى جامد شويه. دوب بقى كله كده مع بعضه على النار. بصوا كده بدا يبقى كريمي خالص معايا ازاي، اتكتل معايا اهوت يعني بقى. شوفوا المنظر، ما شاء الله. نقلبه كويس، عشان ايه؟ المرحله دي مرحله تسويه النشا، تمام. انا كده بسوي النشا. هو كده بقى كريمي اهو، كده خلاص كريمي، بس في نفس الوقت ايه، لو شلت بالمعلقه كده هيطلع ايه في المعلقه على طول، يعني مش هينزل، مش هيبقى كريمي قوي. خلاص لازم اسيبه بقى في المرحله دي يبرد، اطفي النار واسيبه يبرد خالص. بقى هحط هنا معلقه كبيره ونص من الثوم المفروم، معلقه كبيره ونص من الثوم المفروم. انا كنت فارمه هنا توم فسيبت فيها معلقه ونص. هنزل عليها بتلت كوبايه من الزيت، زيت نباتي يا جماعه، تلت كوبايه من الزيت، تمام كده. وهنزل عليها بمعلقتين كبار او معلقتين ونص من الخل، تمام. وتلت كوبايه من اللبن الحليب، ويفضل لو دافي بسيط يبقى تمام. وازود عليهم معلقتين من المايونيز، معلقتين كبار، تمام كده. وهضرب كله في الخلاط وارجع لكم. كده ضربته في الكبه لحد ما خد الشكل ده، تمام، واضح كده. هنزل عليه بنص معلقه من الملح، وهنزل عليه الخليط بتاع النشا اللي احنا عملناه مع بعض، سويناه مع بعض على النار. ودي التوميه السوري خلصتها معاكم. احتاجت معايا غير الاضافات بتاعه اللبن، ماشي، احتاجت معايا كمان نص كوبايه من الميه او من الحليب اللي يريحك. شوفوا التوميه، هي دي طريقه التوميه الاصليه السوري على اصلها، بأبسط من ما يكون.